عن علي عليه السلام قال: إذا اشتكى أحدكم عينيه فليقرأ آية الكرسي وليضمر في نفسه أنها تبرأ فإنه يعافى إن شاء الله. يعني يقرأ آية الكرسي، بس شنو؟ يعني يشعر نفسه بأن هاي الآية فعلا راح تشافي، لأن هي أهم شيء. هاي البعض لما يقرأ ما يعني يبقى متردد انه معقولة هاي الآية راح تشافيني، راح تطيبني، الله راح اي نعم. اذا ما تخلي تهسه مثلا يقول لك زيارات امام الحسين، اللي يزور الحسين الى هيك شيء، الى عمره، الى كذا، الى انت اذا تروح وايمانك متردد، عقيدتك مترددة بهاي الروايات، الله ما راح يرتب لك شيء. لازم انت تروح مع كامل الايمان والاذعان. تمام، اهم شيء الايمان. فالإمام علي يقول اللي يقرأ آية الكرسي على عينيه يكون يعني يشعر نفسه ويضمر في نفسه أن هاي الآية راح تشافيه، فالله يشافيه. وإحنا نلاحظ يعني كثير من العلماء والأولياء حينما يكملون الصلاة يضعون أيديهم على أعينهم بهذه الطريقة، يعني يضع يديه على عينيه ويقرأ آية الكرسي، هاي لشفاء العين ولحفظ العين من الأمراض.